يا مساء الفل. النهاردة هتكلم عن موضوع مهم، وهو إدارة الغضب. إزاي أتحكم في غضبي وإزاي أتخلص من العصبية. معايا 9 نصايح ممكن يساعدوا كتير جدا في الموضوع ده. أول حاجة، لما نهدى من نوبة الغضب مهم قوي نعبر عن مشاعرنا ومخاوفنا وإحباطاتنا وبوضوح وحزم، لكن مش بطريقة تصادمية، يعني ما هاجمش نفسي ولومها. تاني حاجة، مهم قوي ان انا اعمل شوية رياضة، وياريت تكون فيها مجهود قوي علشان اطلع الطاقات السلبية اللي موجودة جواي. تالت حاجة، اخد فترة استراحة بين يومي، بين وسط الضغوطات بتاعتي. مهم قوي ان انا استريح، اخد 5 دقايق 10 دقايق اهدى فيهم، اشرب كوباية الشاي بتاعتي، اقف في مكان فيه فيو حلو واهدى جدا جدا جدا. رابع حاجة، لازم احدد الحلول الممكنة، بدل ما اقعد اركز على اللي معصبني اركز على الحل. 5، مهم قوي ان انا مشيلش ضغينة تجاه حد، احاول ان انا اسامح. التسامح على فكرة وسيلة قوية جدا جدا لو قدرنا نعملها. 6، استخدم روح الدعابة في الموضوع عشان انفس عن التوتر بتاعي، احاول اهزر، احاول اقول نكتة، اضحك، اخرج شوية غضب بطريقة تانية. 7، احاول اعمل حاجة من مهارات الاسترخاء، زي التأمل، زي القعدة مع شوية موسيقى كده تريح فيهم دماغك وتركز على تنفسك. ده مهم جدا وبيفرق كتير. 8، مهم قوي نفكر قبل ما نتكلم، وده بيجي بالتعود. 9، تقليل التدخين وتقليل الكحوليات لو حد بيشرب، ده شيء مهم جدا وبيقلل العصبية والتوتر بشكل كبير.